رحلتي للبرتغال لمدة 5 أيام وبتكلفة 200 يورو. كيف وشلون؟ ليش لازم تزوروا مدينة بورتو بالشهر 6 تحديدا؟ أول شيء رحلات الطيران رخيصة، أنا حجزت عن طريق شركة طيران ريان إير. بشكل عام بتكون الأسعار ما بين 60 ل 120 يورو. تاني شي، بهالمدينة ما بدك سيارة أبدا، تقضي كل مشاويرك مشي. إذا كنت لحالك أو مع أصدقائك خود هوستيل. أنا كلفني الهوستيل 125 يورو ل5 أيام. النشاطات اللي لازم تعملها، أول شي لازم تزوروا محطة القطارات ساو بنتو المعروفة بالبلاط الأزرق والأبيض يلي بيحكي مشاهد تاريخية وثقافية عن البرتغال. بعدين لازم تزوروا كاتدرائية بورتو اللي هي من أقدم المعالم بالمدينة، تذكرتها 3 يورو. لازم تطلعوا فوق على البرج اللي تشوفوا المدينة كاملة. بعدين ممكن تزوروا مركز المدينة القديم ريبيرا المصنفة كموقع تراثي عالمي من قبل يونسكو، تتميز بمبانيها القديمة والشوارع الضيقة. ولازم تاخذوا باص مفتوح السقف لتشوفوا المدينة كاملة. الأسواق المحلية كمان موجودة ببورتو مثل سوق بولهاو. بعدين لازم تروحوا لأحلى مكان، نهر دورو وجسر لويس اللي بيربط بين مدينة بورتو ومدينة غايا. فيكم تروحوا فوق الجسر مشي أو تاخذوا ترام. انتوا عند الجسر لازم تاخذوا رحلة بالقارب كمان. إذا صرتوا بالطرف الثاني من الجسر بمدينة غايا لازم تجربوا التلفريك. إذا أنتوا هنيك كمان لازم تروحوا لمكتبة ليو اللي هي من أجمل المكتبات في العالم. ب 24/6 من كل عام في مهرجان اسمه ساو جوان اللي هو من أكبر المهرجانات في البرتغال. بيكون فيها الرقص والموسيقى والألعاب النارية. بيوصل عدد السياح فيها مئات الآلاف. يوم مميز وحلو كتير. إذا كنتوا بالبرتغال لازم تجربوا عندهم أشهر حلو اللي هو باستيل دي ناتا. إذا عندكم أي سؤال ممكن تكتبوا لي بالتعليقات ورح رد عليكم إن شاء الله. ضلوا بخير وصحة وعافية يا رب.